ما تخافوش، هتكلم مش هبقى على وضع السايلنت. هنعمل النهارده كبسه، ومش اي كبسه، دي كبسه فهد. معلم فهد ده بقى فاتح في المهندسين، وانا طلبت منه البوكس ده فيه مفاجاه. ايه هي المفاجاه؟ ان هو باعت لي في البوكس ده زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كل الحاجات اللي هستخدمها في الكبسه بما فيهم الفرخه، والمفاجاه ان احنا هنطبخها مع بعض. ادي مكونات بقى البوكس ايه، يلا بينا نشوف. زي ما انتم ما شايفين كده بعتلي الفراخ اهي، وبعتلي الرز هحطه في الحله على طول، يعني ولا هغسل ولا هعمل. الملح، حتى الملح بعتينه، وطماطم مبشوره وبصل، ومكونات البهارات بتاعت الكبسه كلها. خلاص بصوا بعتلي البهارات كلها، يعني اديله ادي على الاخر ماشي. والثوم والصلصه بالزبده وزيت وزبده وطماطم وصلصه الطماطم. يلا بينا بقى، يعني بصي كل حاجه موجوده عندك في البوكس. يلا بينا نعمل الكبسه. شغل النار، ننزل بالحله الجميله بتاعتنا. لو انت بقى عروسه هينفعك جدا كبسه فهد، لازم يا بنت تثبتي شطارتك لجوزك. طبعا اول حاجه هننزل بالبهارات الصحيحه اللي هما مدينها لي كده كده مفيش، وتقليبه. وهننزل بالبصل، هننزل بالثوم والصلصه، وهننزل بالطماطم، هننزل بالمرقه والبهارات. بصوا بقى ما شاء الله الفرخه كبيره فريش بقى مذبوحه النهارده، وطبعا مغسوله ومتنضفه، احطها على طول في الحله. بصوا ما شاء الله، يعني اديله ادي على الاخر خالص، اديله ادي. طبعا بقى هننزل بالميه، هننزل بالميه 2 لتر ونص، وهنسيبها بقى شويه. طبعا الفراخ خلاص استوت، هحطها بقى في الصينيه، وبعد ما احطها في الصينيه هدخلها الفرن. بصوا يا جماعه ما شاء الله الفراخ ما اخدتش وقت معايا في السوا خالص. بصوا بقى الرز بيجي مغسول ومنقوع على الطبخه على طول. هندهن بقى الفراخ بالصلصه اللي هم جايبينها عشان ندخلها الفرن تاخد وش. بالنسبه ليكي بقى يا عروسه كاتبلك الواسطه، يعني مفيش اسهل من كده. اخيرا خلصنا. شوفوا منظرها يفتح النفس ازاي. اديله ادي، والطعم ولا اروع. فهد يسكت على كده؟ لا طبعا، زي ما شفنا الكبسه النيه بيقدر ان هو يعمل لكم كمان الكبسه المطبوخه. طبعا بقى اديله ادي على الاخر خالص. بصوا تحفه.